ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هيا عالسلامة الناس الكل، شنو أحوالكم، شنو أموركم، شنو جوكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. خليني نقول لكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي وين ما كنتم من ربوع وطننا العربي الكبير، من بغداد لتطوان، معاكم أخوكم محمد صاحب قناة محمد التونسي. نسأل الله أنكم تكونوا جميعا بخير إخوتي وأخواتي. اليوم بإذن الله موعدنا مع جولة استثنائية بصراحة ومختلفة عن كل الجولات السابقة، لسبب واحد فقط، لأن المكان هذا أنا شخصيا أول مرة أزوره في حياتي، رغم أني زرت مدينة بنزرت لؤلؤة الشمال التونسي عدة مرات، وكنت وريتكم عدة فيديوهات على هذه المدينة الرائعة متاع مدينة بنزرت. نحن اليوم تحديدا في دار الحوت، ولا خلينا نقولوا اسمه متحف سيدي الحني. علاش نقولوا دار الحوت وعلاش نقولوا متحف سيدي الحني؟ وهذا اللي باش نكتشفوه مع بعضنا ان شاء الله باذن الله. اخوتي واخواتي، اذا كانت هذه اول زياره لكم للقناه متاعي، ما تنساوش دعمنا بالاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس. هذا الدعم هو أكبر تشجيع لي باش نواصل تقديم أجمل الجولات من مختلف أنحاء تونس، وربما من دول عربية أخرى في المستقبل بإذن الله. والآن خلونا نبداو ونقولوا مثل العادة، يعني كما تعودتم في فيديوهاتي السابقة، تبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها، تكبر البنية وتصير صبية ونور عشية يزين خديها. قالوا ناس بكرية طفلة أيام بنادم الحفلة، حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. يا سيدي، مرحبا بكم من جديد. اليوم ندخل بكم، ولا قبل ما نحكي على سيدي الحني، طلعت بكم للطابق الثاني حاليا باش نعملوا قهوة في هذا المكان الرائع والجميل والبانورامي والمميز والمدهش. طبعا نعملوا قهوة اكسبريس باش نعدلوا الطاسة متاعنا شوي، باش نقدر نصور المكان بكل حب وبكل جمال، باش توصلكم الصورة كيما قاعد أنا نعيشها بالضبط. في الحقيقة موقع هذايا سميناه احنا، هو سمي بسيدي الحني لأنه ببساطة كان يعتبر سيدي الحني واحد من الأولياء الصالحين في تونس، وهو شخصية دينية تحظى باحترام كبير في الذاكرة الشعبية، رغم بصراحة خليني نقولها ونكون معكم صادق باش ما نكونش نعطيكم معلومات غلطة، رغم قلة المعلومات التاريخية الدقيقة حول حياة سيدي الحني، إلا أن الروايات المتداولة تشير إلى أنه كان رجل صالح عرف بالتقوى والزهد، وكان له تأثير روحي في المنطقة، وتم إنشاء مقام أو ضريح له، وأصبحت يعني المنطقة هذه تعرف باسمه. يعني احنا حاليا المعرض هذا في بمنطقة سيدي الحني. من الجانب الثاني كما قلت لكم من بكري موجود الميناء القديم ببنزرت اللي كنا تجولنا فيه في قنواتي السابقة برشا مرات. المهم بعد ما عملنا قهوة قلنا خلينا نهبطوا لوطة، وهاكم تشوفوا حاليا أنا دخلت لي المكان الثاني اللي علاش تسمى دار الحوت. وأول ما تدخل المتحف بتاع دار الحوت تلقى روحك أمام عالم بحري متكامل، يعني يحتوي على مجموعة متنوعة من الأحواض المائية، في الحقيقة تضم أنواع مختلفة من الأسماك والكائنات البحرية. الأحواض تمثل نموذج حي للتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في سواحل بنزرت. طبعا يمكن مشاهدة أسماك بألوان وأحجام مختلفة، بعضها معروف لدى الصيادين وبعضها الآخر يمكن ياسر يكون نادر ولا غير مألوف للزوار. أنا شخصيا لقيت برشا أسماك غير مألوفة مثل اللي كنا نشاهدوا فيها حاليا، يعني كانت تترحب بي، كنت أنا نصور وهي قربت لي برشا، ويعني وبعضها الآخر ينجم يكون زاد نوع نادر أو يعني بشكل كبير يعني بالفعل.
المتحف في كائنات بحرية أخرى مثل القشريات والرخويات، مما يجعل التجربة غنية وممتعة للكبار والصغار على حد سواء. خليني نقولها بصراحة، للكبار قبل قبل الصغار. المتحف لا يا إخوتي وأخواتي هو يعني يقدم معلومة مبسطة ومفيدة حول الحياة البحرية. بنزرت منطقة معروفة بالبحر، عشقها بالبحر. كنت صورت في فيديوهاتي السابقة والقديمة كيفاش الأطفال يقفزون من فوق الجسر المتحرك ببنزرت، وكان احنا نسموه في بنزرت في تونس نقولوا موسم الطيران. يعني اللي كان قلنا سمعتوا كلمة في يوم ما، إذا كان تابعتوا فيسبوك ولا تابعتوا مش عارف شنية ولا وسيلة من وسائل الاتصال الاجتماعي وسمعتوا كلمة موسم الطيران ببنزرت، فأعرفوا أن الأطفال يقفزون من أماكن عالية جدا يعني نحو البحر. وراه الموسم تاعهم افتتح، ولكن هو في الحقيقة ما يغلقش، لأنه هو عام كامل هما يقفزوا شتاء ولا صيف. بسم الله ما شاء الله، ربي يحفظهم إن شاء الله. حبيت نسلط الضوء على أهمية الحفاظ على الثروة السمكية. ذاك علاش أنا أصريت أن نجي المكان هذا، خاصة يعني وقت تلقى تحديات بيئية كبيرة وكبيرة جدا، كما التلوث وكما الصيد الجاير وكما يعني برشا حوايج معنا مما تضر الثروة السمكية الكبيرة اللي تعيشها، اللي موجودة في تونس ولا موجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، يعني مش تونس فقط. فحبينا نقولوا هذا نموذج من اللي لازم يكون في كل الوطن العربي. يعني راهو الأسماك ثروة بيئية، علينا أن نحافظ عليها. وهي هكا تشوفوا فينا معناها الناس الكل إنها نحاولوا قد ما نقدروا إنه نوعوا الناس بالفكرة والمعلومة. عرفنا علاش اسمه سيدي الحني، وعرفنا علاش اسمه دار الحوت، وتوا نقولوا تبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها. تكبر البنية وتصير صبية، ونور عشية يزين خديها. قالوا ناس بكرية طفلة، أيام بنادم كل حفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. بصراحة منطقة دار الحوت هذه مكان رائع، ومتحف سيدي الحني رائع ورائع جدا. أنا شخصيا عجبني برشا برشا برشا، واستمتعت. وخاصة القهوة كانت البن متاعها رائع جدا، قهوة عدلتي مخي بالفعل. مكان فيه منظر بانورامي مميز جدا، كان معبي المكان بالأجانب وبالسياح يعني. فاستمتعت بهذه الجولة الرائعة والرائعة جدا. بنزرت واحدة من المدن اللي ننصح بزيارتها في تونس، وإن كان تونس بصراحة ننصح بزيارتها كلها من شمالها لجنوبها، يعني من غير ما ننساو يعني روحي وحبي وعشقي وغرامي واحات شنني والنخيل وتوزر و تونس بصراحة جميلة ورائعة. وطبعا ما تقولوش محمد يشكر في بلاده، لا، هي تونس هي نمط كيما كل المغرب العربي ولا كل كيما الوطن العربي. هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى اللي أنعم بها علينا إن نحافظوا عليها كيما كنت نحكي على الثروة السمكية، وعلينا إن نقدروا الحاجة هذه النعمة اللي أعطاها لنا ربي ونحافظوا عليها. نلقى دبوزة ملوحة في الشارع نهزها نحطها في مكانها، نلقى كاغط ملوح نهزه نطبقه. بهذه الطريقة وبالوعي وبالكلمة الطيبة نحاولوا نبنوا بلادنا ونحسنوها ونخلوا صورتها دائما رائعة وجميلة جدا جدا جدا. ننتقل إلى بعض الأبيات الشعرية لشاعرنا التونسي أبو القاسم الشابي باش نكملوا هذا الفيديو. عذبة أنت كالطفولة كالأحلام كاللحن كالصباح الجديد كالسماء الضحوك كالليلة القمراء كالورد كابتسام الوليد. يا لها من وداعة وجمال وشباب منعم أملود. يا لها من طهارة تبعث التقديس في مهجة الشقي العنيد. يا لها رقة تكاد يرف الورد منها في الصخرة الجلمود. أي شيء تراك
هل أنت فينيس تهادت بين الورى من جديد لتعيد الشباب والفرح المعسول للعالم التعيس العميد؟ أم ملاك الفردوس جاء إلى الأرض ليحيي روح السلام العهيد؟ أنت ما أنت رسم جميل عبقري من فن هذا الوجود. فيك ما فيه من غموض وعمق وجمال مقدس معبود. أنت ما أنت فجر من السحر تجلى لقلبي المعمود، فأراه الحياة في مونق الحسن وجل له خفايا الخلود. أنت روح الربيع تختال في الدنيا فتهتز رائعات الورود، وتهب الحياة سكر من العطر ويذوي الوجود بالتغريد. كلما أبصرتك عيناي تمشين بخطو موقع كالنشيد، خفق القلب للحياة ورف الزهر في حقل عمري المجرود. فيك شب الشباب وشحه السحر وشدوى الهوى وعطر الورود، وتراءى الجمال يرقص رقصا قدسيا على أغاني الوجود، وتهادت في أفق روحك أوزان الأغاني ورقة التغريد. عذبة أنت كالطفولة، كالأحلام، كاللحن، كالصباح الجديد، كالسماء الضحوك، كالليلة القمراء، كالورد، كابتسام الوليد. كل ما أتمناه إخوتي وأخواتي أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم. انتقاداتكم مقبولة، أنا في الاستماع. تحيات أخوكم محمد تونسي، وشكرا لكم الناس الكل.